الزمالك يقع في اصعب مجموعه في الكونفدراليه. يعني ما شاء الله علينا الفرقه كلها واقعه في مجموعه، مش هقول لك صعبه، مش هقول لك سهله، اللي هي سهله قوي ما عدا الوداد يعني. بس يعني الدنيا في اللذيذ منه. احنا وقعنا مع المصري اصلا لتاني سنه على التوالي، وقعنا مع زيسكو اللي كان بيلعب ابطال، ما اعرفش إيه اللي جابه عندنا. وقعنا مع كايزر تشيفز اللي كان بيلعب الاهلي في الفاينل بتاع دوري ابطال افريقيا 2021، وبطل الدوري بقى اللي هو بتاع دوري جنوب افريقيا وكده. فاللي هو انت ما شاء الله واقع مع 4 فرق، مش اصعب من كده. يعني حرفيا دي مجموعه هربانه من دوري ابطال افريقيا جايه الكونفدراليه. بس الحمد لله. اتمنى ان يعني ده يبقى حافز للعيبه وللاداره ان هي تجيب صفقات، وللعيبه ان هي تبطل مرقعه وتسترجل، وللمدير الفني الجديد ان هو يذاكر كويس، خصوصا ان انت عندك تلعب ماتشين السوبر، توقف دولي، ماتش سموحه، ماتشين كونفدراليه، واحد هنا وواحد بره، غالبا بتاع زيسكو هنا وبتاع كايزر تشيفز بره، وهتقعد برضه توقف دولي برضه عشان كاس الامم وبتاع، وبعدين ترجع تاني 25 يناير 1 فبراير ماتشين المصري. ماتشين المصري هيتلعبوا فين؟ في كلام على اسكندريه، وفي كلام بيقول لك لا، اسكندريه مش هتكون متاحه، يعني ملعب برج العرب مش هيكون متاح، فغالبا هيتلعب في السويس او في استاد هيئه قناه السويس في اسماعيليه. فخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. اتمنى ان الزمالك يقدر ان هو يصعد ان شاء الله من المجموعه الصعبه جدا دي، واتمنى ان هو يقدر باذن الله تعالى يوصل لابعد نقطه في البطوله، والابعد نقطه اللي انا عايز انها تاخد البطوله. ماليش دعوه بقى تاخدها من مين، تاخدها من فين، المهم تاخد البطوله. 4 ماتشات في مصر اعتقد تكسبهم تكسب، يعني تصعد، يعني سهله قوي اهي. 12 بونت من 18 سيدي، ويخسر الماتشين اللي بره، ما عنديش مشكله. بس انا ما اتمنى ان الزمالك يقدر ان هو يصعد باذن الله تعالى. طبعا احنا عندنا لسه الفتره الجايه عندنا ماتش بيراميدز، وبعدين هنلاعب الكسبان اول خسران من ماتش الاهلي وسيراميكا، فان شاء الله يكون خير، يعني اللي جاي خير باذن الله. وعندنا بعد كده مجموعه الاهلي، طبعا مجموعه صعبه جدا، وقع مع الجيش الملكي، ووقع مع شريفه القبائل، ووقع كمان مع مين يا ربي، يانجي افريكانز التنزاني. فطبعا مجموعه الاهلي صعبه عكس مجموعه بيراميدز. مجموعه بيراميدز برضه تحس ان يعني ماشي، انت معاك النهضه ومعاك فرقتين، فماشي الدنيا سهله. لكن مجموعه الاهلي فعلا مجموعه صعبه، بس الاهلي دايما في المجموعات بيعرف يعدي، يعني بيعرف يخلص نفسه ويعدي. ممكن الاهلي يطلع تاني مثلا وبفرق بسيط عن الثالث فياخد البطوله في الاخر، ده كده كده حاجه متوقعه يعني. لكن مجموعتين بصراحه الفرق المصريه، مجموعتين سواء الاهلي او الزمالك والمصري، مجموعتين صعبين. مجموعه بيراميدز والنهضه الاثنين هيصعدوا باي طريقه، لان طبعا الفرق اللي معاهم مش فرق واو، مش فرق كبيره. مجموعه سان داونز ومجموعه الترجي مجموعتين رخمين شويه، فيهم فرق برضه تقيله، السد مالي، الهلال، كذا فريق اللي هو الفرق اللي يعني معروفه وليها باع في افريقيا واعتقد ان انا بعد اللي شفته في ماتش الاهلي والفريق البوروندي ده ايجي النوار، اعتقد يعني ان افريقيا بتتطور للاحسن الفتره الاخيره. فالاهلي على الاغلب هيصعد اول او ثاني، هيصعد هو وياندي افريكانز. ما اعتقدش ان الجيش الملكي او شريفة القبائل ممكن يحصل فيهم ان هم يعني يعملوا فجأة، بس خلينا نشوف. وان كان لسان حال الاهلاويه دلوقتي يقول لك يا رب الاثنين الجزائريين والمغاربه يعملوا مشاكل مع بعض وينسحبوا من البطوله، ونصعد احنا وياندي افريكانز على طول من غير ما نحتاج بقى اي حاجه. بس عموما يعني مجموعه الزمالك صعبه ومجموعه الاهلي صعبه. اتمنى ان احنا نعمل بطوله كويسه سواء هنا او هنا. طبعا انا اتمنى ان الزمالك ياخد البطوله، بطوله الدوري، بطوله الكونفدراليه باذن الله. انا اتمنى ان احنا ناخدها، ان احنا فعلا بطوله كويسه بتديك انك تصعد بعد كده تلعب سوبر افريقي. طبعا هي مش البطوله اللي ليها استحقاقات عالميه بعدها، بس هي قاريا مفيده، بتزود معاك عدد ارقامك القاريه. بالنسبه لموسم الزمالك في الدوري هنتكلم عليه ان شاء الله بعد السوبر المصري او قبل ماتش سموحه. عندنا ان شاء الله الفتره عندنا ان شاء الله نازل فيديو امتى؟ نازل فيديو يوم الثلاث او يوم الاربعاء. نازل فيديو باذن الله يوم الاربعاء عن ماتش بيراميدز والاستعدادات وهيحصل ايه، خصوصا ان اخوان الفنا بنسبه كبيره مش هيلعب ماتش بيراميدز، ان هو طبعا مصاب. وحابين نبارك لاخويا اخوان الفنا، الف مبروك يا صاحبي على المولوده الجميله، الحمد لله. موات اخويا ولدت بالسلامه، وجابت لنا صاحبه بقى هنصاحبها على سلمى، يعني واخد بالك انت، نخليها سلمى بتموت في الاطفال، يعني هتخلي بالها عليها ما تقلقش. ف
اتمنى ان باذن الله الزمالك يقدر ياخد الكونفدراليه باذن الله تعالى. و نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء، لان احنا عندنا فيديو يوم الاربعاء هبدا اجهز له من النهارده، هنتكلم فيه عن بيراميدز وطريقه لعب بيراميدز، و يا ترى بيراميدز هيعمل ايه معانا او احنا هنعمل ايه معاه. خلينا نشوف فيديو التوقعات والتحليل والتكتيك والخطط دي كلها يوم الاربعاء ان شاء الله. السلام عليكم.